دخلت السينما أخيرًا ورُحت اتفرّجت على فيلم الشاطر، وده انطباعي عن الفيلم. الفيلم بصراحة تجربة مميزة جدًا، الفيلم حلو جدًا وعجبني، وبصراحة في رأيي ده أفضل فيلم لأمير كرارة عمله في السينما. يعني الفيلم حلو جدًا وتوليفة الكوميدي أكشن دي خايلة جدًا مع أمير كرارة بصراحة. الفيلم لذيذ وبصراحة طلعت مبسوط جدًا من الفيلم. الفيلم بصراحة حلو جدًا، اللي ما اتفرّجش يروح يتفرّج هيستمتع بالفيلم. فيلم لذيذ كوميدي كده خفيف، بالنسبة لي ده أفضل فيلم لأمير كرارة، يعني أفضل حتى من فيلم كازابلانكا اللي عمله. تاني مصطفى غريب، مصطفى غريب، مصطفى غريب ما لوش حل. حرفيًا السينما بتضحك من خلال مصطفى غريب. عنصر الكوميديا في الفيلم مصطفى غريب، طلعت زكريا القادر، الولد خطير جدًا وأنا مش عارف وصف ليه بصراحة، عفريت، من أقل حاجة بتضحك مصطفى غريب. الفيلم بصراحة عجبني جدًا وانبسطت بتجربة السينما وتجربة المشاهدة، والفيلم عجبني. وبصراحة أحمد الجندي شابوه، يعني حتة الكوميدي دي والأكشن مع بعض لعبته، يعني الراجل جامد جدًا. وكمان في مفاجأة في آخر الفيلم للي دخل الفيلم عارف أنا باتكلم عن إيه، واللي ما دخلش مش هاقدر أقوله عشان ما أحرجش عليه. فبصراحة فيلم الشاطر عجبني جدًا وتجربة تستحق المشاهدة. فلو عايز تشوفني تاني ما تنساش تعمل لي follow ويالّا سلام.